السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم صابلي بريستيج، شكل راقي جدا، ذوق ولا اروع، مكونات سهله وبسيطه والنتيجه من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. نبداو على بركه الله. عندي في الوصفه هذه 250 غرام تاع المارغرين تكون طريه، راح نحط لها كاس غير ربع تاع السكر الناعم، وحبه وحده نتاع البيض. راح نخلط ولا راح نحط المكونات كلها مع بعض ونبدا نخلط. وكما كنتوا تشاهدوا راني حطيت لا فانيلي كيت، تقدروا تستعملوا بودره نورمال. هنايا راح نخلط المكونات مع بعض حتى نتحصل على واحد الخليط يكون متجانس ولا كريمي كما راكم تشوفوا. وفي هذا الوقت يا البنات شوفوا انا في الحقيقه كنت حابه نحط مغرفه واحده نتاع الكاكاو، لكن النوعيه اللي كانت عندي عيانه بزاف، ماشي مليح خلاص. هذا الكاكاو اللي عندي ما على باليش كيفاه شريته ولا وين كنت نشوف، ولا ما طحت في واحد النوعيه كاتاستروف. ما لا حطيت لها ولا حطيت معاه مغرفه كبيره نتاع شوكولاته الطلي. هذا مكان انتوما الا عندكم الكاكاو تاعكم مليح حطوا مغرفه واحده تاع الكاكاو تكفي، ولا ما عندكمش خلاص الكاكاو وعندكم شوكولاته الطلي تقدروا تستعملوها، ما كان حتى مشكل. كما كنتوا تشاهدوا راني حطيت مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات ونص كاس نتاع النشا، وحطيت 2 كيسان نتاع الفرينه، وراح نبدا هنا نلم العجينه تاعي عادي كما نلموا العجينه تاع الصابلي. المهم تكون طريه ويكون القوام تاعها مليح، ما تكونش ناشفه بزاف وما تكونش ثاني يابسه بزاف. كما تعرفوا العجينه تاع الصابلي لازم تكون طريه. فوالا هنا بعد اللي لميت العجينه تاعي هذا هو القوام تاعها كما راكم تشاهدوا. راح نبدا نحل فيها مباشره، نرش شويه فرينه ونحط العجينه تاعي ونبدا نحل فيها بالحلال. راح نطبعها بالطابع يكون دائري كما راكم تلاحظوا. شوفوا يا البنات هنا المول اللي راني نطبع به راهو شويه كبير، والحمام الحبه اذا لاحظتوا الصور مع بدايه الفيديو الحبه راهي شويه كبيره. المهم تحبوا تستعملوا مول اصغر راح تعطيكم كميه اكبر من الحلوى. هذا مكان هنا راح نحطهم في صينيه الفرن بعد ما كنت شعلت الفرن تاعي من قبل، شعلته على 180 درجه. فوالا راح نطيب الصابلي تاعي من تحت برك. هذا مكان كي يتحمر نحيه من الفرن ونخليه جانبا حتى يبرد. اما هنا راح نروحوا نخدموا الكاناج اللي خدمته معكم المره اللي فاتت نتاع الاخت حنان سليماني. صراحه بزاف هايل، روعه، ويحكم لكم مده طويله. ديروه وما تخافوش. هذا مكان شوفوا في هذا اللوبول عندي 100 غرام من شوكولا امباسادور. اذا ما لقيتوش امباسادور تقدروا تستعملوا اي نوعيه اخرى، امباسادور هي ناقصه شويه هذه الايامات، استعملوا نوعيه اخرى وكاين بزاف انواع كيما ماكسون كيما. المهم حطيت 100 غرام من شوكولا امباسادور، حطيت معها 80 غرام من المارغرين وحطيتهم في حمام مائي حتى ذابوا مع بعض، ذابوا كلش. هنا ضفت لهم مقدار 150 غرام من شوكولاته الطلي. راح نخلطهم بهذه الطريقه مع بعض كما راكم تشوفوا، نخلطهم مليح مليح حتى نتحصل على قوام يكون كريمي. وراح نغطي عليها ونخليها جانبا حتى تبرد وتتماسك هكا شويه. نتوما الا كنتم مزروبين عليها بزاف بزاف تقدروا تحطوها في الثلاجه ولا في الفريجيدار. سينو الا كان عندكم الحال بارد شويه ممكن تحطوها غير من برا برك، راح تبرد لكم وتولي لكم متماسكه. صراحه القوام تاعها يجي بزاف هايل. هنايا نرجع للصابلي تاعي بعد ما طاب خليته برد. راح نبدا نلصق فيه هنايا بنفس الغاناج، ما راح نستعمل كريمه الزبده، ما ندير والو. نلصق الصابلي تاعي بنفس الغاناج اللي خدمناه. وشنو هنا يا البنات خفوا يديكم شويه لانه الغاناج في ساع يحكم روحه. شوفوا هنايا درت دوائر هكا كما راكم تلاحظوا، وراح نحشي وسط في الوسط ولا نحشي الحلوى تاعي. شوفوا انا درت نص بالكراميل ونص بشوكولا المرجان. فوالا درت لكم مقاطع برك هكا من كي كنت نحط في الكراميل. فوالا بهذه الطريقه. وبعد ما نكمل راح نغلق الحلوى تاعي عادي بهذا الشكل ونضغط عليها شويه باه نحي
الزوائد نتاع الغاناج. مهم نعطوها شكل يكون باهي، ما نخليوش يعني هذوك الفراغات. فوالا بهذه الطريقه. وهنا مر ما نكمل نلصق الحلوى تاعي كامل، ونروح نوجد الكلاصاج اللي نحتاجو فيه 300 غرام من الشوكولا. استعملت دادا، ضفت لها 3 مغارف كبار نتاع الزيت، ذوبتهم على حمام مائي، وراح نبدا نقلاصي في الحلوى تاعي عادي كما راكم تشاهدوا. كما والفتوني كل مره نخدم معاكم الحلويات ولا الصابلي. بعد ما نشفت الحلوى كما راكم تلاحظوا راح نحط عليها الغاناج. يعني حطيته في الكيس الحلواني. استعملت القمع نتاع الزهره، نخلي لكم الرقم نتاعو في صندوق الوصف، ولا جو بونس هنا الرقم نتاعو 349. هو على كل الاحوال خليه لكم يعني في الديسكريبشن، ما كان حتى مشكل. هذا مكان. وهنا بعد ما كملت الكاطو زينته، وزدت يعني زينته ثاني بزوج حبات نتاع الكاوكاو. تقدروا ديروا كاوكاو كما تقدروا ديروا اللوز وكما تقدروا ديروا البندق. هذا هو الشكل النهائي للحلوى تاعنا. صراحه خرجت تحفه، خرجت بزاف شابه ما شاء الله، هايله في الشكل في الذوق في كلش. ننصحكم من كل قلبي تجربوها والله ما تندموا عليها. خلاص توالم جميع المناسبات، تقدروا تحضروها في افراحكم في اعيادكم. فوالا البنات هذا هو الشكل تاعها. راح نقسم لكم هنا يا حبيبه. هذه الحبه اللي قسمتها لكم طلعت نتاع الشوكولا معليش، ما نتاع الكراميل جات هبال في البنه. وصلنا هنا لختام الوصفه تاعنا اليوم. نتمنى من كل قلبي تعجبكم وتجربوها، واذا عجبتكم نتمنى ثاني تشاركوها مع اصدقائكم للاستفاده. ما تبخلونيش من جام للوصفه وللفيديو، وما تنسونيش من تعليقاتكم الرائعه. نخليكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.